سنة 1971 وتحديدا يوم الأربع في عيد الشكر في أمريكا، كان في راجل ماشي في المطار ومعاه شنطة وخد تذكرة من بورترلاند لسياتل. الموظفة كتبت اسمه على التذكرة ديبي كوبر. دفع حساب التذكرة وركب طيارة من نوع بوينج 727. وبسبب إنه كان مسافر في نفس يوم عيد الشكر ما كانش فيه ركاب كتير معاه. كان قاعد في الجزء الخلفي من الطيارة وطلب حاجة يشربها وربط حزام الأمان. والمضيفة لفت عليهم كلهم واتأكدت إن عدد الركاب كامل، بس لأن اليوم ده كان عيد عندهم فالركاب كلهم كانوا قاعدين يشربوا. وطبعا مضيفة حلوة كده معديه من وسطهم ومعظمهم رجاله، فكل واحد كان بيرمي له كلمه. كلهم تقريبا كانوا رجال اعمال وناس حالتهم مرتاحه، وبسبب ده المضيفه ما خدتش بالها من الشنطه اللي مع كوبر. لما الطياره اتحركت طلع كوبر قلم وبدا يكتب على ورقه صغيره، ونادى المضيفه وقال لها لو سمحتي خد الورقه دي. فخدتها منه وابتسمت وحطتها في جيبها. اصلها كانت فاكره انه كاتب لها رقمه في الورقه، لكنه قال لها لو سمحتي ممكن تطلع الورقه من جيبك وتبص فيها. قالت له خلاص بقى ما تحرجنيش، انا عارفه ايه اللي فيها. كوبر قرب منها وقال لها في ودانها لو سمحت طلع الورقه وشوف ايه اللي فيها. المضيفه استغربت وطلعت الورقه واتفاجئت ان الورقه مكتوب فيها انا معايا قنبله. كانت مستغربه وقالت له هو الكلام اللي في الورقه ده بجد ولا انت بتهزر معايا؟ طب تعالوا اقعدي جنبي علشان نعرف نتكلم. قعدت جنبه وقالت له هو انت معاك قنبله فعلا؟ طب وهكذب عليك ليه؟ عاوزه تشوف القنبله؟ يا ريت لو ما عندكش مانع. فحط الشنطه على رجليه وفتحها قدامها واتصدمت ان معاه قنبله فعلا. فقال لها انا طلباتي بسيطه، مش محتاج بس غير 200,000 دولار واربع مظلات وعربيه مليانه وقود علشان الوقود اللي في الطياره قرب يخلص، والطلبات دي كلها لازم تكون موجوده لما نوصل مطار سياتل. الا بقى لو حابه تجربي القنبله دي لما تنفجر ايه اللي ممكن يحصل؟ فلورانسا المضيفه وقتها ما كانتش مستوعبه اللي بيحصل، لانها اول مره تتحط في الموقف ده وكمان في العيد بتاعهم. وراحت لكابتن ويليام قائد الطياره وقالت له على كل اللي حصل، وان في واحد على الطياره معاه قنبله وعاوز 200,000 دولار. اتصدم وقتها وما كانش مصدق اللي هي بتقوله. فقالت له اجيب لك قهوه الله يخرب بيتك وده وقته علشان تركز شويه في المصيبه دي. فاتصل على طول بمطار سياتل اللي المفروض الطياره هتنزل فيه، وقال لهم على كل طلبات الشخص اللي معاه القنبله. فقالوا له يدوهم شويه وقت على ما يجهزوا المبلغ ويقدروا يامنوا المكان كويس علشان محدش من الرهاين يتاذي. طبعا ده كله والناس اللي في الطياره ما كانوش عارفين انهم مخطوفين اصلا، وان في قنبله ممكن في لحظه تنهي حياتهم كلهم. بداوا يسالوا المضيفه هو احنا لسه ما وصلناش ليه؟ كان المفروض نوصل من ساعتين فاتوا. فقالت لهم معلش اصل كان عندنا مشكله فنيه في الطياره وخلاص حليناها، وخلاص كل طلبات كوبر بقت جاهزه، الفلوس وعربيه الوقود والمظلات. والطياره نزلت في مطار سياتل والباب الخلفي للطياره كان مفتوح علشان المضيفه تقدر تستلم الفلوس والمظلات وتديهم لكوبر. وبعدها الركاب كلهم نزلوا من الطياره وما بقاش فيها غير المضيفه وكوبر والطيار والمساعد بتاعه ومهندس الطيران هارولد. وكوبر استنى لحد ما يحطوا وقود في الطياره، وطبعا كان عامل حسابه ومغطي شبابيك الطياره كلها لان كان في قناص مستنيه فعلا، بس كوبر طلع اذكى منه. كوبر كان هادي جدا وعنده برود اعصاب وبيتكلم بهدوء ولا كانه سارق طياره اصلا. وبعدها الطياره اتحركت من المطار الساعه 47 دقيقه بالليل، وقال الطيار يتحرك في اتجاه المكسيك ويخلي سرعه الطياره بطيئه وتكون على ارتفاع 10,000 قدم بس. يعني الطياره كانت منخفضه جدا عن الارتفاع اللي المفروض توصل له. وطلب منه كمان يطلع عجل الطياره استعدادا للهبوط في اي وقت. الطيار قال له ما ينفعش نروح للمكسيك وان الوقود اللي معانا هيخلص، ولازم نقف عند رينو في مدينه نيفيد نحط وقوده ونتحرك تاني. كوبر قال له ببرود اعصاب ما فيش مشكله خالص. والطيار كان مستغرب انه بيتكلم كانه راكب طياره خاصه ومش مدي اي اهتمام للموضوع. وبعدها بشويه كوبر قال لهم انا مش عاوز اشوف حد فيكم هنا، روحوا لغرفه القياده ادخلوا فيها واقفلوا الباب عليكم. راحوا لهناك فعلا وقفلوا الباب عليهم. كانت الساعه وقتها 8 بالليل، وفجاه صفاره الانذار اشتغلت لان الباب الخلفي للطياره اتفتح. وبعدها بربع ساعه ديل الطياره اترفع لفوق ونزل تاني بسرعه، وده معناه ان في حد نط من الطياره ومفيش غير كوبر بس لوحده اللي كان في الطياره معاهم. وتاكدوا ان كوبر فعلا ما بقاش موجود معاهم. والساعه 10 وربع الطياره بتوصل لمطار رينو. الشرطه دخلوا الطياره بسرعه يدوروا على القنبله او حتى اي دليل كوبر يكون سابه وراه، لكنهم ما لقوش غير كرافته و8 سجاير ومظلتين من الاربعه اللي كانوا معاه. والشرطه سالوا طاقم الطياره هو كوبر ده شكله عامل ازاي؟ فاتكلمت المضيفه وقالت انه كان هادي جدا ومحترم. فقالوا لها واضح كده انه عجبك. لا مفيش، انا بقول لكم على مواصفاته، انا عاوز اعرف شكله عامل ازاي وسنه وطوله ولون شعره ولون بشرته. فقالت له انه عنده 45 سنه تقريبا، وعينيه لونها بني وشعره اسود، وبشرته لا هي سودا ولا بيضه، وطوله تقريبا 180 سم. ومكتب التحقيقات طلب رسام علشان يرسم شكله ويعرفوا هو عامل ازاي. ومن خلال المعلومات اللي قالتها المضيفه طلع لنا الصوره دي واللي شبهه بنسبه 90%. وباقي طاقم الطياره قالوا ان لهجته مختلفه عن الامريكان، وعرفوا من لهجته انه من كندا، وتاكدوا اكتر من خلال الكتاب ده واللي كاتبه مؤلف اسمه دان كوبر، طيار في سلاح الجو الكندي وشجاع ومر بمغامرات كتير. كل الكتب اللي عملها كانت قصص قصيره ليه عن الطيران، والقصص دي اصلا ما كانتش موجوده في امريكا كلها لكنها كانت موجوده في كندا. فاكيد استعار اسمه من الكاتب ده لان اسمه الحقيقي ما كانش ديبي كوبر. ولو ركزت كويس في ديبي كوبر هتلاقيه نفس اسم مؤلف الكتاب بالظبط، لما تحذف منه حرف البي هتلاقيه دان كوبر. والاف بي اي
ما كانوش عارفين هيوصلوا له ازاي وهم اصلا ما يعرفوش شكله بالظبط او حتى اسمه. وكوبر قبل ما ينط من الطياره كان وراه 5 طيارات حربيه، ومع ذلك ما شافوش كوبر لما نط منها، وغالبا ما خدوش بالهم لان الساعه وقتها كانت 8 وربع بالليل. السما وقتها كانت ضلمه، ده غير ان كوبر اصلا كان لابس اسود. فسالوا الطيار هو كوبر نط من الطياره فين، فقال لهم انه نزل بالمطار سياتل ومطار رينو في منطقه كلها اشجار وميه، وتحديدا عند مقاطعه كوليدز وكلارك. وعلى مدار شهور الطيارات كانت بتمسح المنطقه وبيدوروا على كوبر، ده غير ان الشرطه سالوا كل السكان اللي هناك عنه، وكمان نزلوا غواصه تحت البحر ب 200 قدم يمكن كوبر يكون مات ويلاقوا جثته تحت الميه، بس برضه ما وصلوش لاي حاجه. شهور بيدوروا عليه في كل مكان وهو فص ملح وداب. كانوا مستغربين انه حتى لو نزل عايش في المكان ده فيا ترى هو ماشي ازاي اصلا بشنطه الفلوس اللي معاه في المنطقه دي من غير اكل. وكانوا في الشتاء والجو برد جدا، والمنطقه دي تحديدا كانت منطقه جليديه. طب ما يمكن يكون عنده حد صاحبه ساكن في المكان ده وساعده يهرب، ومن بعدها رجع لكندا وكمل حياته عادي. دوروا برضه ما كانش ليه اي اصحاب في المكان ده، ما فيش حد شافه اصلا، لحد ما في سنه 1978 كان في واحد بيصطاد غزلان ماشي في الغابه وشاف ورقه مكتوب عليها تعليمات لطياره بوينج 727، ودي نفس الطياره اللي كوبر كان راكبها. والاف بي اي اتاكدوا وقتها ان عمليه كوبر ما كانتش عشوائيه، ده كان مخطط لكل حاجه من اول ما حط رجله في الطياره لحد ما هرب. وكان قاصد انه يركب طياره بوينج 727 تحديدا لانه درسها كويس، ده غير انه طلب 4 مظلات بدل مظله واحده مع انه لوحده. والاف بي اي كانوا مستغربين هو ليه طلب 4 مظلات مع انه شخص واحد بس، لكنهم اتوقعوا انه ممكن ياخد رهين معاه. وكوبر كان قاصد يوصل لهم الفكره دي فعلا علشان يبعتوا له المظلات كلها سليمه، لان لو في مشكله في المظلات وحد من الرهين لبسها مش هتفتح معاه وهينزل ميت. وطبعا الاف بي اي مش هتسكت لحد هنا. الفلوس اللي ادوها لكوبر حفظوا الرقم التسلسلي اللي عليها علشان لو فكر يصرفها في اي وقت يقدروا يوصلوا له بسرعه ويقبضوا عليه، ده غير انهم عرضوا مكافاه كبيره جدا لاي حد هيوصلهم لكوبر، بس ما ظهرش اي حاجه عنه لحد سنه 1980 لما ولد صغير عنده 8 سنين لقى 3 رزم من الدولارات واقعين على الارض وتقريبا 37,000 دولار كانوا موجودين على ضفه نهر كولومبيا. والنهر ده كان موجود تحت مسار الطياره اللي كوبر نط منها. والاف بي اي اتاكدوا انها نفس الفلوس وعرفوا من الرقم التسلسلي اللي عليها، وتم التحقيق مع اكتر من 800 واحد علشان يوصلوا لكوبر وبرضه ما عرفوش. واتعمل مسلسل عن كوبر سنه 2016 واللي عمل شخصيه كوبر كان الممثل روبرت راكسترا، ومع ذلك برضه الاف بي اي شكوا فيه ودوروا وراه، بس ده عمره 27 سنه على عكس ديبو كوبر اللي عنده 45 سنه تقريبا. وعرفوا انه كان في الجيش واتفصل بسبب الكذب، ده غير انه اتقبض عليه قبل كده بسبب سرقه ديناميت، وكان متهم كمان بقتل زوج والدته. والغريب انه اتصل بقنوات اخباريه كتير وقال لهم انا ديبو كوبر، بس الشرطه كانت عارفه انه كذاب ومحدش عارف هو عمل كده ليه اصلا، بس يمكن علشان ديبو كوبر كانت شعبيته وقتها ضخمه جدا وكان في شبه بسيط منه. والمشتبه التاني ريتشارد فلويد، وده كان بيشتغل مدرس، كان موهوم بالعمليه اللي كوبر عملها وانه لحد دلوقتي ما اتمسكش من الشرطه. فقال لنفسه بقى كوبر يسرق 200,000 دولار في 5 ساعات وانا هنا ما باخدش غير 2000 دولار في الشهر، وقرر يعمل نفس اللي كوبر عمله بالظبط، واختار طياره من نوع بوينج 727 وقال للمضيف انا معايا قنبله في الشنطه. بس كان طماع شويه وقال لنفسه ان سرقت تسرق جمل، وقال انا مش عاوز 200,000 دولار زي كوبر، انا عاوز 500,000 دولار واسيب بقى التدريس واعيش حياتي. خد ال 500,000 دولار فعلا وجهز المظله ونط من الطياره في نفس المنطقه اللي كوبر نزل فيها. بس المشكله انه ما كانش ذكي زي كوبر، لان كوبر ما سابش وراه اي بصمات او دليل، حتى الورقه اللي كتب عليها اخدها معاه، انما ده ساب كل حاجه حتى المذكرات بتاعته اللي كان عليها خطه. والشرطه قبضوا عليه في خلال يومين بس واتحكم عليه بالسجن لمده 45 سنه. ما كانش عاجبه يدرس للطلاب في المدرسه، دلوقتي هيدرس للمساجين، بس في الحقيقه هو اللي هياخد الدرس، لكنه ما استحملش كميه الدروس وقرر يهرب من السجن. بعد 2 سنين من سجنه وشاف عربيه فركبها بسرعه وكسر بوابه السجن وخرج، لكن الاف بي اي ما سابوهوش واتحركوا وراه وحصل اشتباك وضرب نار، وبعد 3 شهور قدروا يوصلوا له وتم قتله. الغريب ان بعد اللي حصل لريتشارد لسه في ناس برضه بيقلدوا نفس اللي كوبر عمله بالظبط. كان في تقريبا 15 واحد عملوا نفس اللي كوبر عمله، اللي كان بيدخل الطياره بقنبله واللي كان بيدخل بمسدس ويطلب فلوس كتير ومظلات علشان ينط من الطياره. بس الفرق الوحيد بينهم وبين كوبر ان كلهم اتمسكوا سواء عايشين او ميتين. ومن بعدها ظهر مجرم اسمه جاريت بروك خطف طياره كان فيها شخصيه سياسيه مهمه اسمها انجيلا وطلب 300,000 دولار، وكمان طلب انه يقابل ريتشارد رئيس امريكا وقتها. بس الاف بي اي ضربوه بالنار قبل ما يمسك ال 300,000 دولار واتمسك ودخل السجن لمده 6 سنين. وواحد من صحابه قرر انه يخطف طياره هليكوبتر وراح عند الكابتن ورفع عليه السلاح وطلب منه يروح بالطياره عند السجن اللي جاريت صاحبه ومسجون فيه، بس الطيار كان معاه سلاح ورفع المسدس وضربه بالنار. 2 سنين بالظبط وبنت الراجل اللي مات قررت انها تعمل زيه وربطت نفسها بقنابل وسيطرت على طياره تجاريه صغيره وطلبت انهم يفرجوا عن المسجون جاريت بروك. تقريبا جاريت ده كان عنده اصدقاء مخلصين شويه، والاف بي اي قدروا يتواصلوا مع البنت اللي اصلا عمرها كان 17 سنه واقنعوها تسيب الطياره ومش هيعملوا لها حاجه.
وفعلا سلمت نفسها وما دخلتش السجن، انما جاريت بقى فضل مسجون لحد ما مات جوه السجن. لكن برضه الناس لسه منبهرين باللي كوبر عمله. وفي سنه 1980 واحد اسمه جرين تريب قرر انه يسرق طياره وطلب مظلتين و600 الف دولار. ده غير انه كان عنده طلب غريب جدا، كان عاوز الاف بي اي يغتالوا الرئيس بتاعه في الشغل علشان كان منكد عليه عيشته، وطلب من المضيفه حاجه ساقعه يشربها، فشرب وما خدش باله ان المضيفه حطت له فاليوم في المشروب بتاعه، يعني كلها ساعات وهيبدا يخرف لحد ما يفقد وعيه. وفعلا بعد 10 ساعات طلباته اتغيرت تماما وبدا يخرف وقال لهم انا مش عاوز ال 600 الف دولار، انا عاوز برجر بالجبنه اصلي نفسي فيه قوي. واتمسك بعدها واتسجن لمده 3 سنين. بس اول ما طلع من السجن قرر انه يخطف نفس الطياره تاني، وكان حريص المره دي وما طلبش اي حاجه يشربها، وقال للمضيفه تبلغ شركه الطيران انه عاوز ال 600 الف دولار. اتحبسنا 3 سنين ورجعنا علشان ناخدهم تاني، بس ما كانش يعرف ان المره الاولى عدت على خير والمفروض يسكت على كده، لان كان في قناص مستنيه اول ما الطياره نزلت في المطار وضربه بالنار قبل ما يمسك ال 600 الف دولار. مفيش حد عرف ينفذ العمليه اللي كوبر عملها، كان الشخص الوحيد اللي قدر ياخد الفلوس ويختفي من غير ما حد يوصل له. والاف بي اي خلاص قفلوا قضيه كوبر 45 سنه وما عرفوش يوصلوا لاي حاجه، واتعمل له كتاب مخصوص وسموه اخر واحد خارج عن القانون، والناس كانوا بيضربوا المثل بعبقريته. ده غير ان كل سنه في نفس اليوم اللي كوبر عمل فيه عمليه السرقه معظم المحلات كانت بتنزل تخفيض بيوصل ل 42% علشان يحتفلوا بكوبر، حتى ان الستات كانت بتشك في اجوازهم وبتقول يمكن جوزي هو ديبي كوبر، واللي كان بيشك في صاحبه بيقول انا حاسس ان صاحبنا هو ديبي كوبر. ولحد هنا بتخلص حكايتنا مع ديبي كوبر. ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتشير الفيديو، واستنونا في الفيديوهات اللي جايه. سلام.